السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا في احسن حال واحسن صحة، وجيت لكم بفيديو جديد. الفيديو بتاعنا النهاردة هيتكلم ازاي اقدر اعالج نقص فيتامين ايه عند السلاحف. طبعا فيتامين ايه مهم جدا جدا عند السلاحف. طيب في كتير هيسألوني، طب نعرف منين يا طنط نانا ان السلحفة عندها نقص في فيتامين ايه؟ ده اللي هنتكلم فيه في الفيديو بتاعنا النهاردة. بس عايزة اقول لكم لازم نصلي على سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وندخل على الفيديو بتاعنا على طول. طبعا الأعراض بتاعة نقص فيتامين ايه. أول حاجة بيسبب ضعف في أنظمة المناعة، يعني جهاز المناعة عند السلحفة بيبقى ضعيف، وبالتالي بتبقى السلحفة ضعيفة وفريسة سهلة لأي مرض يدخل جسم السلحفة. تاني حاجة بيسبب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، بيسبب التهاب في العيون عند السلاحف. بتلاقي فجأة كده ابتدت عين السلحفة تورم بدون سبب، ما بتدمعش. انا بقول بتورم لان في فرق بين ان السلحفة عينيها بتنزل دموع، وفي فرق بين ان الجفن اصلا بتاع السلحفة وارم. ده بيبقى اول حاجة نقص الفيتامين ايه. تاني حاجة برضو بيسبب اجهاد. نقص فيتامين ايه برضو بيسبب اجهاد في الكبد والكلى عند السلاحف. كمان بيسبب التهاب في الجهاز التنافسي عند السلاحف. وكمان بتلاقوا الصدفة بتاعت السلحفة فيها فطريات كتير بيضة كده في الصدفة بتاعت السلحفة. ده برضو بيكون سببه نقص في فيتامين ايه. وكمان لو تلاحظوا في رقبة زيزي وهي بتاكل فيه قشر كده متقشر، ده برضو. بس هو ده طبيعي عند كل الزواحف، يعني ده طبيعي ما منوش اي قلق، بس برضو بيكون نقص في فيتامين ايه. بس الكلام ده لو القشر عند السلحفة بيقشر بطريقة فظيعة يعني. انما اللي عند زيزي ده طبيعي جدا من الاحتكاك اللي بيحصل بين الصدفة وراس السلحفة في دخولها وخروجها، فبتبتدي الحتة دي بتبقى ضعيفة، فبتبتدي تغير القشر. فده طبيعي جدا ما منوش اي مشكلة، بس احنا ممنوع نشد قطعة القشر ده، بنسيبها هي بتقع لوحدها. تمام. اما بقى لو لاحظت بقى في ايديها ورجليها وفي وشها والصدفة بتاعتها بتتقشر وفي بقع بيضة، ده بيبقى عندها نقص فيتامين ايه. اللهم صل وسلم وبارك. طيب احنا اول حاجة يا طنط نانا نعمل ايه عشان نتفادى موضوع نقص فيتامين ايه عند السلاحف؟ عشان هو مهم قوي كده. لازم اول حاجة نعملها ننوع للسلحفة في الاكل. يعني انا مثلا عندي السلحفة بتحب الخس، بتحب الخيار، ما ينفعش افضل معتمدة اعتماد كلي على الخس او على الخيار. انا زي ما بوري حضراتكم كده في معظم فيديوهاتي بحب اشكل لهم، بحب ادخل لهم وجبات متنوعة. بس مفيش مانع ان انا اديهم وجبة خس كاملة في يوم، مفيش مشكلة. وجبة خيار كاملة في يوم مفيش مشكلة. وجبة ملوخية. وفي ايام تانية ببتدي انوع لهم، فعادي خالص. مش معنى كده ان انا انوع يوميا او ان انا افضل على نوع اكل يوميا. لا، انا زي ما حضراتكم شايفين كده بحب انوع للسلاحف بتاعتي، بحيث ان انا اعودها ان هي تاكل الخضار. مثلا الخس مره لوحده، مره الخس داخل معاه خيار وجزر وكوسه، وهكذا زي ما حضراتكم بتشوفوا في الفيديوهات بتاعتي. طبعا زقزوق وزقزوقه مش طالبه معاهم اكل النهارده، طالبه معاهم يتمشوا. الشمس جميله والجو رائع، فعشان كده هم حابين يتمشوا اكتر، فانا بسيبهم براحتهم، هم بيروحوا يتمشوا ويرجعوا ياكلوا تاني، مفيش اي مشكلة. لان بتصادفنا كتير جدا لو مثلا السلحفة عندها نقص في فيتامين ايه بنلاقيها كمان ممكن تخس. تلاقوا السلحفة رافضة الاكل خالص، لان كمان نقص فيتامين ايه ممكن يعمل التهاب في فم السلحفة، فبالتالي السلحفة مش هتقدر تاكل، فبالتالي بتبتدي تفقد في وزنها. فاحنا لازم نتابع من البداية. انا مثلا السلاحف عندي دلوقتي، هل هي مريضة لا قدر الله عشان كده مش راضية تاكل، ولا هل هي
عايزة بس تتمشى، مش طالب معاها أكل، فأنا لازم أميز الموضوع ده كويس. أنا بسم الله ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين، ان السلاحف عندي هي مش مريضة ولا حاجة، بس هي عايزة تتمشى ومش طالبة معاها اكل خالص، فانا سايباهم براحتهم. ممكن يفضلوا رايحين كده فترة، وبعد كده اعرض عليهم الاكل تاني يبتدوا ياكلوا. طب انا بقى لو السلحفاة عندي مش راضية تيجي عند الاكل، في ناس كتير بيبتدوا يجيبوا الاكل ويحطوه قدام بق السلحفاة زي ما حضراتكم شايفين كده في الصورة. وليكن السلحفاة عندي بتحب الخيار، فهبتدي اجيب لها خيار واقربه من عند مناخيرها لغاية ما تفتح بقها. في الوقت ده هبتدي اجيب الدواء اللي هو علاج نقص فيتامين ايه، زي اللي قدام حضراتكم كده في الصورة. هنجيب كبسولة، ونجيب طبعا دبوس يكون نظيف مش مصدي يعني، ونبتدي نعمل فتحة صغيرة في الكبسولة دي، ونبتدي نحط منها نقطة صغيرة على قطعة الخيار ونقربها من بق السلحفة، ونحاول بأي طريقة من الطرق ان نأكلها للسلحفة. تمام. طبعا ممكن كمان نضيفها للمية لو السلاحف بتشرب مية. زائد طبعا تنويع في الاكل، لازم طبعا الجزر طبعا مهم جدا لفيتامين ايه، لفيتامين ايه، فلازم طبعا ندخله في الوجبات بتاعتنا. بس طبعا بما ان الجزر بيبقى ناشف جدا على بق السلحفة، والسلحفة ما عندهاش اسنان، فاحنا بنبتدي نبشره زي ما حضراتكم شايفين كده، عشان يبقى قطع صغيرة وفي نفس الوقت تكون ناعمة لما السلحفة تيجي تاكلها تقطمها بسهولة. يعني مثلا الخيار زي ما شايفين حضراتكم كده، زقزوقة في قطعة خيار بتبقى كبيرة، دي ممكن عادي تقدر تاكلها. انا بحاول مرة اعمل لهم زي ما بقول لحضراتكم كده قطع، ومرة يكون مبشور، بحيث هم يقدروا ياكلوا كل الانواع الاكل اللي انا باكلها لهم. صدقوني تربية السلاحف سهلة جدا وبسيطة، بس عايزة صبر وعايزة حب وعايزة اهتمام، وكل حاجة مع الصبر والحب والاهتمام بتنجح. فصدقوني لو حضراتكم نوعتوا للسلاحف، في كتير هيقولوا لي يا طنط نانا السلاحف عندنا ما بتحبش الا خيار، او ما بتحبش الا خس، او ما بتحبش الا مثلا الجزر. طبعا كتير بيقولوا لي لا السلاحف ما بتحبوش. صدقوني مع الوقت كل ما تنوعوا للسلحفة مرة مع مرة، حتى لو اول مرة هتنقي الاكل اللي هي بتحبه، تاني مرة غصب عنها وهي بتاكل هيجي بقها من الاكل اللي احنا مقطعينه قطع صغيرة، وهتبتدي تاكل. انا زيزي عندي ما كانش بتاكل اي حاجة خالص، والحمد لله رب العالمين عشان ما فيش شيل وحط فيها كتير وحست بالامان، بتبتدي تاكل اي حاجة انا بحطها لها. رجاء من حضراتكم تنوعوا للسلاحف في الاكل، تفضلوا تصبروا على السلاحف على قد ما تقدروا. السلاحف عايزة صبر في تربيتها سهلة وجميلة، مش مزعجة مش مكلفة، بس محتاجة صبر مش اكتر. يا رب الفيديو النهاردة يكون افاد حضراتكم. انا حطيت لكم الدواء تاني على الشاشة عشان حضراتكم تفتكروه. واذا عشت وكان لي عمر ان شاء الله انتظروني في فيديوهات اكتر واكتر. بحبكم في الله، هستنى كومنتاتكم اللي بتشجعني وبتخليني افضل مستمرة وانزل لكم فيديوهات اكتر واكتر. الى اللقاء في فيديو جديد باذن الله. باي باي.